الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بالألفة في الدين، ووفقهم لأكرم عباده المخلصين، ورزقهم الشفقة على المؤمنين، وزينهم بالأخلاق الكريمة والشيم المرضية مقتدين في أفعالهم وأخلاقهم وصحبتهم وعشيرتهم بسيد المرسلين، ومتأدبين في آدابهم بخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ونقدم لكم هذه الحلقة في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وما زلنا مع السيد محمد تيسير ذبيان الكيلاني، وهو صاحب جريدة الجزيرة التي كانت تصدر في ذلك الوقت في العاصمة السورية دمشق. وتوقفنا في زيارته لمدينة أقردات حينما سمع هي من المدن الكبيرة وتعد من المدن الإسلامية، ويقول المسافة بين أسمر وأقردات تبلغ 200 كيلومتر، قطعناها في 5 ساعات بعد أن انتظرنا في محطة كرن 20 دقيقة. هذه الترينة أو هذا القطار السريع الصقير من أسمر إلى كرن، ومن كرن إلى أقردات. وأقردات مدينة إسلامية تماما، وليس فيها من المسيحيين إلا عدد ضئيل جدا، ولكن الآن اختلف الواقع واختلف الديموغرافيا، وحصل هنالك تداخل بين المسيحيين والمسلمين في هذه البلاد وهذه المدن. ويقول ليس فيها من المسيحيين إلا عدد ضئيل جدا، وأهلها كما رأيت متعصبون لديانتهم ومتمسكون بالتعاليم الإسلامية. وأهميتها الخاصة ترجع إلى كونها مركزا للحركة المرغنية، يعني الختمية يقصد، وفيها يقيم شيخ الطريقة السيد جعفر المرقني ابن شقيق السيدة شريفة، وقد زرته زيارة خاصة، وهو معروف بالورع والزهد والتقوى. وتعلو مدينة أقردات عن سطح البحر نحو 650 مترا فقط، لذلك لقد كنا نتململ كثيرا من الحر الشديد، وقد بلغ الدرجة 40 في الظل. ويبلغ سكانها نحو 7000، ومعظم تجارها من العرب، ومعظم تجارها من العرب الأحباش والمسلمين، وليس فيها من الأوروبيين إلا عدد قليل لا يتجاوز 20 أو 30. أما اليهود فليس لهم خبز في هذه المقاطعة، يعني ليس لهم وجود. وقد قال أحد كبار الموظفين الإيطاليين: ليس لدينا سوى يهودي واحد، لا أدري إن كان يستطيع البقاء أم سيضطر إلى الرحيل. هكذا يقول. إذن هذا الرجل محمد تيسير ذبيان الكيلاني زار هذه المدينة ونقل لنا مشاهدات في الطريق ومشاهداته في مقابلة المسلمين في هذه المدينة وغيرها من المدن التي سيذكرها في كتابه أو ذكرها، وسنوردها في هذه الحلقات. ويقول: زرت مسجد أقردات، وهو منشأ منذ 30 عاما في ذاك الوقت، يعني 1900 يقصد،
أو 1906، لأنه هو جاء 1936 فقال إن هذا المسجد بني قبل 30 عاما، أي عام 1906. وثم توجهت إلى المحكمة الشرعية فزرت فضيلة القاضي واسمه الشيخ محمد نور أبو علامة يتكلم العربية جيدا، وأخبرني أنه تلقى دروسه الدينية في مكة المكرمة. أبو علامة أسرة معروفة كبيرة في مصوع الآن، وحدثني عن حالة المسلمين وكيفية إصدار الأحكام الشرعية وتطبيقها، وقال أن الأحوال الشخصية عند المسلمين تراعى فيها قواعد الشريعة الغراء تماما، وتستأنف الأحكام إلى المحافظ وهو بدوره يحيلها إلى مجلس مؤلف من بعض الأعضاء المسلمين، مجلس إسلامي. فإذن كانت المحكمة تحكم بالشريعة الإسلامية في ذلك الوقت. ويقول وسألته عما إذا كانت للمسلمين مطالب خاصة في مدينة قردات، فقال أنني أرى أن يكون للقضاء مرجع إسلامي كبير، حبذا لو تنشأ الحكومة في أسمر مجلسا إسلاميا أعلى يرجع إليه القضاة وحكام الشرع فيما يعترض لهم من الشؤون. إنشاء مجلس إسلامي وهو الآن ما يسمى بالأوقاف الإسلامية. وثم زرنا الكوماندور دجل الحسين رئيس عشائر بني عامر، وهي عشائر كثيرة العدد تمتد حتى أواسط السودان. قبيلة البني عامر هي قبيلة عربية ومن أصول عربية وتمتد إلى داخل السودان. ويقول ولقب الكوماندورت أنعمت عليه الحكومة الإيطالية، حطت كل واحد لقب كما أنعمت عليه الحكومة بلقب بيك. ليس في قردات فندق ولا مطعم، وقد تناولنا طعام العشاء على مائدة المحافظ في دار الضيافة تابعة للحكومة. والمحافظ شاب لطيف يسمى تومازلي، مهذب ولطيف جدا، وقد أعرب لي عن إعجابه الشديد بأخلاق الرعايا المسلمين ونظافتهم ووفائهم. طبعا يفتقد هذا في بلاده. أما الزيارة الثانية كانت لمدينة كرن، وفي صباح اليوم التالي توجهنا إلى كرن، وهي تبعد نحو ساعتين عن مدينة قردات، ونزلنا في فندق صغير ولا يوجد سواه. وقد أعجبتني جدا هذه المدينة الجميلة، أن أفضلها على جميع المدن الحبشية التي زرتها في رحلتي. مدينة جميلة وما زالت حتى الآن. هذه مدينة كرن مدينة جميلة صغيرة جميلة وحالمة بين الجبال. ويقول وفيها الحدائق الغناء والمياه العذبة والفواكه المتنوعة والهواء المعتدل. هي مرتفعة، يبلغ عدد سكانها 4000، منهم 200 أوروبي و500 حبشي مسيحي، والباقي مسلمون. قد سرني أن أرى المسلمين في هذه البلدة أقوياء ونشطين، لهم تجارات واسعة طيبة وأملاك كثيرة تدر عليهم بالأرباح. هذه المنطقة شعبها شعب حي ويهتم بالتجارة والزراعة. وقد دعاني الدليل الذي كان يرافقني واسمه عبد النور أن نزور بساتين المدينة معه، وزرنا حديقة واسعة لأحد الوطنيين المسلمين اسمه إدريس أمان، وهو من الجبرتيين يتكلم العربية جيدا. وقد رأيته منهمكا وهو ونجله بحراسة الأراضي الأشجار، فاستقبلنا
بلهفة وأخذ يطوف بنا في أنحاء الحديقة التي تحتوي على الفواكه والثمار. وقد ذكر لي طائفة منها، وهي كما تسمى في تلك البلاد الرمان والباباي، فاكهة تشبه البطيخ الأصفر، ومندرين هو اليوسف أفندي، القشطة، وأورنج البرتقال. هذه كلها كانت تزرع في مدينة كرن، كذلك الموز والزيتون. يقول ويسمى في مصر جوافة، ثمر يشبه الليمون، تمر هندي يشبه البرتقال أيوة الكبير، فلذلك لذيذ الطعم، والتين والليمون الحلو. هذه كل الفواكه كانت تزرع في هذه المدينة، وللأسف الشديد الآن كثر السكان وحولت المناطق الزراعية إلى مناطق سكنية، وخفت هذه المنتجات. ويقول وفي الحديقة أنواع الخضر والحشائش والبقول، أذكر منها البسابس والخس والباذنجان. ويقول نوع من الحشائش يوضع مع الرز واللحم. كذلك بينما كنت أتجول مع المترجم عبد النور في شوارع كرن، عرفني على رجل سوري اسمه سليم قبلان جميل من بكفية لبنان، وهو من قدماء التجار الذين استطاعوا أن يجمعوا ثروة لا يستهان بها. وقد أخبرني أنه كان يتعاطى بنوع خاص من تجارة العمائم الشامية المطرزة وغيرها من المنسوجات السورية. يعني هذه المنطقة كانت معروفة للسوريين وللبنانيين، ولذلك كان هذا الرجل الذي يسمى سليم قبلان جميل، وهو سوري ولكنه من لبنان، وهو من قدماء التجار الذين استطاعوا أن يجمعوا ثروة لا يستهان بها. مشاهدي الكرام، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد فاصل قصير. نرحب بكم في برنامجكم في شرف العربية، وما زلنا في مشاهدات لديار الإسلام التي كتبها الأستاذ محمد تيسير ذبيان الكيلاني صاحب جريدة الجزيرة التي كانت تصدر في سوريا في دمشق، والذي دار إريتريا في عام 1936. بعد كرن زار مدينة مصوع الساحلية. ويقول إريتريا الوحيد وفيها ترس السفن الإيطالية، ميناء مصوع وميناء إريتريا الوحيد، وفيها ترس السفن الإيطالية التي تنقل الركاب والبضائع إلى إريتريا. ولكن هناك ميناء أنشئ بعد مصوع، وهو ميناء عصب على مناطق دنكاليا. وكانت نفوسها قبل الحرب الحبشية لا تزيد عن 8,000، يعني عدد سكان مصوع كلهم من المسلمين، ما عدا عدد ضئيل من الأحباش والأجانب الإيطاليين. ويقول ما عدا عدد ضئيل من الأحباش والأجانب الإيطاليين. فقال فيتعذر تقدير عدد سكانها بسبب كثرة الوافدين إليها بعد حرب الحبشة. وقد قيل لي أنهم يزيدون عن 60,000 نسمة، وفيها 3 مساجد كبيرة بناها المصريون أثناء حكمهم
لهذه البلاد. طبعا يقصد العثمانية، محمد علي باشا الذي جاء واستولى على مصوع. هذه المساجد الكبيرة: مسجد حنفي، مسجد الشافعي، هذه طبعا أسماء بأسماء أصحاب المذاهب، الإمام الشافعي والإمام الحنفي، وكذلك مسجد حمال الأنصاري، وفيها عدة زوايا وتكايا ومراقد للأولياء، ويوجد فيها الطرق المرغنية والقادرية والشاذلية، وفيها أيضا جمعية خيرية للمسلمين تأسست عام 1927 في مدينة مصوع، يرأسها السيد جنبلاط الذي تقدم ذكره، هو مصري الموطن منحدر من أصل تركي، ولها نظام خاص مؤلف من 32 مادة، وهي تعمل على مساعدة الفقراء وتسفير الغرباء ودفن الموتى المحتاجين، وتفكر الآن بتشييد مأوى للعجزة. هذا الكلام عام 1936. فيقول: وعلمت بأن الحكومة تشجع هذه الجمعية التي تكاد تكون الجمعية الإسلامية الوحيدة في أريتريا، وتعطف عليها حتى أن الرعايا الإيطاليين أنفسهم يمدون لها يد المساعدة، ويعتبر عون لها بغض النظر عن مساعدات الحكومة. ويوجد للمسلمين في مصوع أوقاف كثيرة يستقلون بإدارة شؤونها، وهي تنفق على إصلاح المساجد والبنايات الخاصة بالأوقاف. وللمسلمين في هذه المدينة عادات غريبة، أذكر منها توديعهم لرمضان بالطبول والزمور، يعني يودعون في رمضان ويحتفلون بوداعه، ويستعيضون عن تلقين الميت بقراءة القصيدة المرخنية، وبعد مرور 3 أيام من الوفاة يقيمون احتفالا باهرا تشترك فيه الطبول والزمور. ومن عاداتهم في الزواج أنهم يقطون جسم العروس بملاءة حمراء إذا كانت بكرة، وبثوب أبيض إذا كانت ثيبة، وعندما تبلغ منزل العريس يحملها أحد أقاربها إليه كأنها ميتة، ويضعها على أريكة عالية يسمونها عرات، يعني سرير هو كبير، ولا يجوز للعريس أن يرى وجهها إلا بعد مدة أسبوع. طبعا هذه عادات قديمة وانتهت، ويجب عليها قبل مبيتها معه أن تستعد لمقاتلته، وذلك بأن تطيل أظافرها حتى تتمكن من تخميش وجهه وتنظيق ثيابه. طبعا عادات قديمة. ومن عاداتهم المألوفة أن الزوجة لا تقوم بأعمال المنزل حتى تضع مولودا، إذا لم تحبل ولم تلد فهي غير مكلفة بالخدمة، هذا فضلا عن انتشار العادات الأخرى كتخييط الفرج، وللأسف الشديد هذا ما يسمى بالفرعوني، وهكذا. هذه عادات انتهت من قبل. إذن تطرق للتقسيمات الجديدة في بلاد الحبشة. يقول: رأيت أن أختم هذا الكتاب، كتابه يعني الحبشة المسلمة، أو مشاهداتي في ديار الإسلام الحبشة المسلمة، وزار عدد كبير من إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي، وكل مكان ذهب أو كل دولة ذهب إليها سطر ما رآه أو ما شاهده في هذه البلاد. يقول: رأيت أن أختم هذا الكتاب بمعلومات وافية عن النظام الجديد الذي تدار به مملكة الحبشة إفريقيا الشرقية الآتية، كما نشرته الصحف الإيطالية وإلى القراء. فيقول: 1. حكومة
الإريترية وعاصمتها أسمرة. الحكومة الأريترية وعاصمتها أسمرة وتضم عدد من السكان الأصليين المستعمرة القديمة، سكان التيغري والدناكل، وأوسع حتى حدود الصومال الفرنسي. الصومال الفرنسي هي جيبوتي من جهة، ومن الجهة الأخرى حتى الحدود السودانية. طبعا هذه الدول التي تحاذي دولة إريتريا. إن جميع هذه الحكومات المؤلفة على هذه الصورة تصبح مستقلة تماما، ويكون في معية كل حاكم أمين سر عام وقائد من القوى المسلحة التي تحترم النظام السياسي والعسكري. يقول: يتمتع المسلمون في هذا التنظيم الجديد بالحرية التامة، بينما كانوا مضطهدين اضطهادا شديدا في عهد حكومة نجاشي، وستتخذ جميع الضمانات الضرورية لإصلاح جوامعهم وأوساطهم الثقافية وفتح مدارسهم. وستدرس اللغة العربية بصورة إجبارية في جميع الأماكن التي تؤلف فيها السكان المسلمون الأكثرية، أي توجد الأكثرية فيها. ويحكم في القضايا الإسلامية قاض مسلم يتمشى في أحكامه على الشريعة الإسلامية. هكذا يقول. إذن يقول أمة لا تعرف تاريخها لا تحسن سياقة مستقبلها. اللغة العربية. انتهينا من مشاهدات الأستاذ محمد تيسير الظبيان الكيلاني، ونأتي إلى قراءة لمقال كتب بعنوان اللغة العربية في ظل نظام الجبهة الشعبية، هل تستعيد مكانتها بعد تهميش متعمد؟ هذا كلام كتب في موقع من المواقع الإريترية. فيقول صاحب المقال: يكابر من يجادل فيما للغة العربية من وجود ثقافي في المجتمع الإريتري. رأينا في مشاهدات ذاك الضيف الذي جاء عام 1936 أن اللغة العربية لها جذور في إريتريا، ولكن هذا المقال الآن نحن بصدده يتكلم عن اللغة العربية في ظل النظام الحاكم الآن، فهل هي ضعيفة أم قوية؟ فهو يناقش هذه القضية في إريتريا. يقول: يكابر من يجادل ما في اللغة العربية من وجود ثقافي في المجتمع الإريتري، وفيما تحظى به من تقدير كبير وولاء ووجدان عميق. ومن أكبر وأوسع شريحة إريتريا مفعمة بشعور الانتماء الحضاري والتاريخي والديني إلى محيطها العربي. كما ذكرنا إريتريا في ذاك الوقت في الثلاثينات والأربعينات كانت تنتمي إلى الهوية العربية. فيقول: ومؤمن كل الإيمان بوحدة المصير المشترك بينها وبين هذا المحيط العربي في تبادل المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية بكل ما فيه من ضعف وما يعانيه من هزيمة ليس من أول يوم أشعل فيه الأريتريون. هذا مقال لدكتور بروفيسور جلال الدين محمد صالح. فيقول فيه الإريتريون المضطهدون فتيل الثورة الأريترية على نظام الإمبراطور وسياساته الإقطاعية، وإنما من قبل ظهور المشكلة الإريترية بوصفها قضية سياسية في الأربعينيات. وما أثار أحد من اللغط والجدل حول شرعية اللغة العربية في إريتريا وحقها في استقلال وجودها الثقافي والتاريخي، كما أثارته المجموعات الطائفية من قومية التيغرينيا في فترة تقرير المصير من أمثال القس ديمطروس، وثم للأسف في فترة الكفاح المسلح مجموعة سلف ناطنت بقيادة المناضل سياس أفورقي الذي سجل في وثيقته
الشهيرة نحن وأهدافنا، نحن على منن باللغة التجرينية، موقفه السلبي الواضح والمبدئي من العربية والعروبة، رغم أنه يتكلم وتعلم اللغة العربية كتابة وقراءة وتكلما. فيقول جلال الدين محمد صالح موقفه السلبي الواضح والمبدئي من العربية والعروبة حين أبى أن يعترف للغة العربية بشرعية الوجود التاريخي وشرعية الإقرار للدستور في الأربعينيات، ضاربا عرض الحائط بالفقرة الدستورية التي تضمنها دستور أريتريا في العهد الفيدرالي. وإذ كتب في الوثيقة المذكورة تحت فقرة اللغة قائلا: على الرغم من وجود أكثر من 9 لغات يتكلمها، هي ليست لغات، هي لهجات. أما اللغة المكتوبة هي اللغة العربية واللغة التجرينية، أما تلك هي لهجات لا تكتب. وقائلا: على الرغم من وجود أكثر من 9 لغات يتكلمها الشعب الإريتري، فإن اللغتين الرسميتين هما اللغة التجرينية والتجرايت، وهما من أصل سامي اشتقتا من لغة الجعز. مشاهدي الكرام، استودعكم الله، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.